تيسرت لك من الله سبحانه وتعالى راه العبد ما عنده ما يدير لك. الا مكتب لك الله سبحانه وتعالى شي حاجه العبد راه ما عنده ما يدير لك. واخا يتجمعوا كاملين باش يضروك راه ما يضروكش، ولا تجمعوا كاملين باش ينفعوك وربي سبحانه وتعالى ما باغيش لك ديك المنفعه راه ما ينفعوكش. ما تصعبوش الواجب، ما تصعبوش، ما تقولوش لا راه ما يمكنش، راه ما، لا راه ما نقدرش، لا. شوفوا لا سبقتوا السلبيات راه ما عمركم هتنجحوا في حتى بلاصه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. العزاز الغاليين الطيبين كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واحد الحاجه بعدا، لا جيتوا للمغرب اللي هتنسوها ما تبقاوش تقلبوا تشوفوها، هي حاله الطقس. حاله الطقس دائما الشميشه والجو زوين الحمد لله والشكر لله والسلام. ما عليناش، بغيت نهضر لكم. بزاف ديال الناس كيقولوا لي ناعمه كيفاش الواحد اللي يجي للمغرب كيفاش يقدر ماديا يقدر يعيش، أو كيفاش تقدروا تعيشوا تما في المغرب. شوفوا الاكثريه الناس اللي جايين وحتى الناس اللي جايين من فرنسا الصراحه، لان الفرنسيه مطلوبه والالمانيه دابا اللغه الالمانيه ولات مطلوبه بزاف بزاف بزاف. كل شيء اللي سولتي كيقرا الالمانيه، اللي سولتي كيحاول يقرا الالمانيه، مشى يقرا الالمانيه. ولات المدارس والسونطرات ديال تعلم اللغه الالمانيه محتاجين بزاف الناس اللي هما مثلا عندهم دبلوم ولا عندهم واحد اللغه متمكنين في اللغه الالمانيه. يعني لا جيتي راه الخدمه ما تسوليش على القضيه. اللغه الالمانيه مطلوبه بزاف. كاينين لوطيلات بزاف بحال اللي هيستقر في مدينه سياحيه هما المانيين يعني، وكيجيو اللوطيلات كيحتاجوا الترجمه. يعني كاينين لوطيلات اللي كيستقبلوا، كاين هاد السونتر ابيل حتى هو كيحتاجوا بزاف اللغه الالمانيه. يعني ما تحتاروش في العلماء. شوفوا الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. طبيعه الحال انا نقلب على السبب وربي عطاني العقل باش غنمشي لواحد. كما قلت لكم من الرزاق هو الله، ولكن الله عطانا واحد العقل باش نفكروا، باش نعرفوا فين نحطوا رجلينا، باش نعرفوا فين نستقروا، نشوفوا فيها الخدمه. وهذه وبالكمال لله، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قلت لكم الناس اللي جايين من المانيا الى بغيتوا تعرفوا فين هتخدموا، كاينه الخدمه الحمد لله والشكر لله. كما قلت لكم في الميدان ديال تعلم اللغه الالمانيه بزاف لي سونتر كيقلبوا على مدرسين، انهم ماشي مدرسين تقولوا راه لغه ولا لا، غير المهم انه يكون مثلا عنده الالمانيه، كيعرف القواعد ديال الالمانيه. عرفتوا بانهم شنو كيحتاجوا الاينس، كيحتاجوا البي اينس، البي 2. يعني مستوى كاين اللي كيوصل حتى للسي اينس، ولكن مستوى اللي هتقدروا اي واحد غيقدر، لانه كان عايش في المانيا غيقدر يخدم بحال في هاد لي سونطر هادو. كيحتاجوا كذلك مثلا الناس اللي خدامين بحال على الاوس بيلدونغ، انهم كيقلبوا في هذاك السونتر. راه ماشي كيتعلموا اللغه الناس، راه كاينين حتى موظفين اللي كيكونوا في خدامين تمايا اللي كتكون عندهم علاقه مع المانيا. يعني كيقلبوا على الاوس بيلدونغ تاع في المانيا وكيوفروها للشباب اللي كاينين هنايا. يعني كتقدري تخدمي حتى في الاداره يعني تاع داك السونتر، وتكتبي وتراسلي للشركات وتراسلي المستشفيات ودور الايتام. يعني محتاجين اللي عنده اللغه الالمانيه ومتمكن من اللغه الالمانيه. هذه وحده كذلك الناس مثلا اللي في شي مدينه اللي هي سياحيه كذلك كيحتاجوا بحال اللوطيلات، كيحتاجوا موظفين اللي هما عندهم اللغات. ووليداتنا ما شاء الله عليهم راه عندهم اللونجلي وعندهم الالماني. كاين اللي كيخدم مع شركات المانيه من تما كيخدم، واخا يكون هو مستقر في المغرب كيقدر يخدم هنا في المانيا. يعني شوفوا راه كاينين بزاف ديال الحلول كاينين. يعني كما قلت لكم، وكاينه واحد الحاجه اخرى اللي هي مشروع، اللي هيدير مشروع ديالو مثلا اي حاجه في اي مجال. ما شاء الله راه قال لك التجاره احسن من الليجاره، هي من زمان قال لك التجاره احسن من الليجاره. يعني
الواحد التجاره كيدير ربي فيها البركه، الرسول عليه الصلاه والسلام راه كان في التجاره، يعني حتى هي ما شاء الله راه عندها البركه ديالها. الواحد اللي عنده المحل وراه بيان سور اللي عايش في بلاد الغربه وشحال من عام وهو عايش في بلاد الغربه، راه كتلقاه يجمع واحد شويه اللي هيقدر يدير به شي مشاريع صغير وهو كيكبر وهو كيكبر. كما قلت لكم ما تصعبوش الحوايج، ما تصعبوش، ما تقولوش لا راه ما يمكنش، راه ما، لا راه ما نقدرش، لا. شوفوا لا سبقتوا السلبيات راه ما عمركم هتنجحوا في حتى بلاصه حتى لتما. شوفوا باش هناكم هتتاقلموا راه صعيبه كما تاقلمنا النهار الاول تما، ثاني هنايا ملي هتجيو هتحتاجوا واحد الوقت تتاقلموا نتوما ووليداتكم. الحمد لله والشكر لله الوليدات اللي كيكونوا هما اصلا ديجا عندهم ديك الفكره بغينا نمشيو للمغرب، وهذه كتلقايهم ما عندكش فيهم الصعوبات بزاف، يعني ما كتلقايش ديك الصعوبات اللي على جتينا ولا على لاش، هذه كتكون هو الرغبه ديالو. يعني هذه واحد الحاجه اللي زوينه. خصنا هنهضر لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو هاد المره الجايه هنهضر لكم على سميتو، على مثلا اشنا هما الاشياء اللي هيخليوك ترتاحي ملي تجي، مثلا الاشياء اللي تخليك انك ترتاحي وما يحسوش الدراري بواحد الفرق ما بين هنا ولهي. يعني تيسرت لك من الله سبحانه وتعالى، راه العبد ما عنده ما يدير لك، الا مكتب لك الله سبحانه وتعالى شي حاجه العبد راه ما عنده ما يدير لك. واخا يتجمعوا كاملين باش يضروك راه ما يضروكش، ولا تجمعوا كاملين باش ينفعوك وربي سبحانه وتعالى ما باغيش لك ديك المنفعه راه ما ينفعوكش. لذلك توكلوا على الله سبحانه وتعالى وخدموا عقلكم وما يكون الا الخير. والسلام. هذا الفيديو هذا حاولت انكم نعطيكم معي بعض شويه على الواحد يقدر يدير الى جا من المانيا. راه كاينين ما شاء الله، كاينين فرص العمل كاينين، والواحد كما قلت لكم يقدر يدير مشروع. وان شاء الله انا راه نشارك معكم حتى انا ان شاء الله شنو هندير. عندي واحد المفاجاه لكم، هنوريكم حتى انا شنو هندير. ان شاء الله باديه شي حاجه، وان شاء الله تدعيو معايا الله ييسر ليا والله ييسر لكم. دعيو معايا تكتمل هذيك الحاجه المفاجاه اللي ان شاء الله هنشاركها معكم. راه كما قلت لكم اي حاجه هنشاركها معكم. كنشكركم بزاف بزاف من القلب الخالص، كنشكركم وشكرا على الدعم ديالكم. ودائما ما تنسونيش بالدعم ديالكم، لي لايك، وما تنسونيش لي جيم، وما تنسونيش بالمشاركه. وشكرا كاع الناس اللي كيشتركوا في القناه، شكرا لكم بزاف. وحتى الفيديو اخر باذن الله.